واحد السلام عليكم ورحمة الله ورمضان مبارك وعواشر مبروكة بالتمر والافوكا وسمعوني دروكا. إذا ها هي النطقبة تاعي واجدة بعد ما طيبتها. تخيلوا معايا الدراري كنتسركل في الويب وانا نتصادف مع التصويره هذه. افضل المطابخ العربيه المطبخ الجزائري. نعم الله اكبر. احتل المطبخ الجزائري المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الجزائرية. الله اكبر. طبعا المطبخ الجزائري غني جدا. المرتبة الأولى عربيا وسادسة والعشرين أيضا عالميا. هذه راه ماشي سلوكية. وشنو هي؟ دوبرمان. احتل المطبخ الجزائري المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا هادشي بصح ما فيش ضحك. كأفضل مطبخ في المغرب العربي وفي افريقيا. حب من حب وكره من كره. هو انتصار للمطبخ الجزائري. اقول لك بصراحه صاحبي انت كذاب. فالموضوع راه واضح، موضوع فقط تصويت. الجزائر هي الاولى والدوزيام المغرب، غير حشموا داروا الدوزيام المغرب. حشموا المغرب هو الثاني ب 30 طبق ديالو اللي تقدم بها. مساخيط هاد الناس هادو والله الا لا مساخيط حالفين تيقتلونا عبد الضحك. ولكن في شمال افريقيا اكثر دوله عندها وجبات غريبه باسماء غريبه هي الجزائر. غادي نكتشفوا بعض المأكولات وبعض الاطباق الجزائريه. عرفتي كنسمعوا السميات ديال هاد المأكولات هاد الضخم. يشد روحك مليح. طاجين دار عمي، طاجين عين البقره. وصفة اليوم رايحة تكون مدربل باذنجان مكفن في حجر يماح، طبق مغلف في غلافه. هذا الطبق لبنات بزاف واسمه مخشيخ. وصفتنا لنهار اليوم كما تشوفوا لمشلوش شرشم مع بوخبوز او طاسبان. حنا في الجايه نقولوا لها طاسبان، في المناطق الاخرى كما تيزي الزول يقولوا لها تكربابين. والان نقدم لكم مزيت ساجي. اليوم راح ندير لكم جالي بيض بالدويدة. داكشي بيزار ديكولاس. ومن الأطباق الرئيسية ذات الأسماء الغريبة القاضي وجماعته. القاضي وجماعته. ايه الاسماء الزفت؟ القاضي وجماعته هي كلها معروفه كثير طبعا في بلادنا. سمي هذا الطبق بهذا الاسم الغريب لانه يتكون من قطعه كبيره من الدجاج وسط الصحن يلعب دور القاضي. وريني شي مطبخ في العالم غير تشوف الطبخ ديالو تشبع صافي. واش غدير؟ الجزائر تشوف الماكله ديالهم تشبع صافي راه تاكليجي. وهنالك طبق آخر لا يختلف كثيرا في مكوناته عن القاضي وجماعته وهو مكفن في حجر يماه. مكفن حجر يماه يعني مكفن في حجر امه. دي اكله طبعا لما تشوفها هي باينه مكفن في حجر امه، حاجه بائسه جدا. في حجر يماه. وتعني الرضيع في حجر أمه. طبعا المطبخ الجزائري غني جدا. طب حد فيكم يكلمها بقى بلاش انا اكلمها. ترى ما يمكنش اصاحبي على سميات. أما عن أغرب اسم فهو سكران طيح في الدروج. أكلة جزائرية اسمها سكران طيح في الدروج. تخيل معايا طبق سميتو سكران طايح في الدروج. والتي تعني سكير يسقط من الدرج. لا عرفت شكون هذا يكون التبون اللي دفعو. ترجع التسمية إلى المكونات التي تبدو غير متناسقة. فهي تبدو غريبة وغير متناسقة وتشبه حال سكير قد سقط من الدرج. دابا هذا هو الطبق ديال سكران طايح في الدروج. راه ما خصكش تاكلو في الدار ولا في الصالون ولا في البيت ولا في الكوزينات، راه خصك يكون مثاليه باش تاكلو. وقال لكم تبون العشاء شيراطون. ماشي مشكل الا جاتك هاد التسميه هادي غريبه وجد راسك للطبق الثاني ديالك الصوب القهوه والسكر. راكم دايرين صباح قهوة بالطعام شكون كيف يبغيها، طعام وقهوة والسكر. ايه ده طبق اسمه السفلي وفعلا شبه العفريت. ويوجد في المطبخ الجزائري أطباق كثيرة بتسميات غريبة مثل طاجين بونارين خارج من جهنم. اللي بوريهولك ده الاول عربيا والمعرفش ايه وفق موقع ما تزوقيني يا ماما.
به المواقع العالمية وتقر بفرادته وبريقه بعد محاولات فاشلة ومتكررة من السرقات الممنهجة. زعتر. نحن الأفضل، نحن الأفضل، نحن الأفضل، باش في الأفضل الله أعلم. ليثبت أنه المطبخ الأول عربيا وإفريقيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومازال كاينين مفاجآت، غير صبروا. شدون في العزم. ربما هذا الاسم غادي يبان لكم غريب كيما انايا طول حياتي ولحد الان يبان لي غريب. سيري يا بنتي، سيري يا بنتي، سيري، ما خصكش تحضري. هذه فيانداج من تحت، اللحم كفت. اللحم كفت. اللحم كفت. ايه في أكلة عجيبة، ما تعرف واش تاكلها ولا تكب عليها الماء. يا خرا شنو هذا؟ هذا ما أسميه الجودة والإتقان في طبخ خان. الجزائريين عندهم مشكل في التسمية. وأنا ديما نقولهم في التنوع الأكل الجزائري احنا رانا كيما طلعنا. واثقة من نفسها، مش واخد بالك. كسكس بالببوش، طعام بالخضرة والخليل والببوش. واو بابا بابا شنو هذا؟ ده بيمشي. مخ الشيخ، شارك العريان، بكير في الخريبقة. أنا جبت لكم باكير كيبيع في الخريبقة ديالو. مي الشرشمان بيطبخوا البوبريس، البورس أعزكم الله. على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة ده يضرب بالشبشب ما يطبخش. دايره ماشي اطباق، هادو راه الصفحه ديال الحوادث هادو. خداوج على الدربوز. ياكلهم تبول القربوز. غني هو المطبخ الجزائري بأطباقه وحلوياته الكثيرة والمتعددة. عايزين نشوفوا الحلويات الجزائرية. ومن أهم الأطباق ديالو حلوى تقليدية وهي بوسولة مسو، وتعني تسميتها قبله ولا تلمس. بوسولة مس. حلوش وقلبه ابيض. علاش قلبه ابيض؟ صب الرشاش. عين البقرة شكلها يعرف الناظر بأنها سميتها كذا لتشابهها وعين البقرة. شاكري وانا اللي فقصتوني خصني تبع العروسة، شارك العريان. الله يلا الجزائريين واعرين. عيد الجبل مول الشاشة. جاوني ولادي درت لهم القرن مبلف في ماكلاوه، درت لهم الدجاج بالبصل الخضر ماكلاوه. هذه راه حيرة. ما فهمتش انا، كل ما نحط لهم الماكله يقولوا لي رانا شبعانين كلينا في الدار. المطبخ الجزائري هو ألذ مطبخ عربي في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره.